اهلا بيكم فيديو جديد. النهارده بقى انا صاحيه من النوم مش عايزه افطر، ولازم اشرب قهوه عشان يومي طويل جدا جدا جدا، لاني عملت النهارده اكبر عزومه سي فود هتشوفوها على اليوتيوب. فجبت طماطميه وموزايه وخياريه واستفنديه وثلاث تمرات زي ما شفتوا، وشربت القهوه وقلت بسم الله. جهزت حاجتي على الرخامه وولعت البخور بتاعي ونضفت اسماكي ونضفت اشيائي، وقعدت بقى مش عايزه اقول لكم على الرخامه ده نتاج سهره محترمه من الساعه 12 بالليل لغايه الساعه 5:30 الصبح وانا بنضف في الحاجات دي كلها. وعايزه اقول لكم كمان ان رغم كده قمت الساعه 10 وقمت بقى ايه بكامل طاقتي كده علشان اجهز دنيتي واجهز حالي علشان ابدا اعمل العزومه القمر دي. انا النهارده جايلي ضيوف مش بيحبوا يتعزموا في رمضان، لان هم عندهم طقوس وعادات كده، ما يعني ايه، عشان كان عندهم حاله وفاه وكده ربنا يعافينا في العيله، فبيقولك بقى ايه ما بنخرجش عند حد في رمضان ومش عارفه ايه وكلام من ده، لا قريب ولا غريب. فقلت لهم خلاص سهله، نعزمكم قبل رمضان ونجدد نيتنا كده في العزومه، وان شاء الله برضو ناخد ايه، ناخد الثواب وثواب الوقفه اللي هي مش سهله دي. طبعا انا عامله فيديو قريب كان سي فود برضو لو تفتكروا او ترجعوا له، فالفيديو اللي قبله من الاشتريات كان سي فود برضو، بس ما كانش نفس الفيديو ده. يعني ده بعد ما الناس دول يعني شافوا الفيديو طلبوا عزومه سي فود زي اللي شافوها في الفيديو بالظبط، وقالوا لا انت فتحتي نفسنا واحنا نفسنا في الاكله دي وما بنعرفش نعملها، فلو سمحتي اعمليها لنا. فطبعا بقى انا بحب الحاجات دي جدا، بحب ان انا الناس تطلب مني اكل، وبحب ان الناس تحب تجيلي بيتي وتاكل عندي. فنزلت وتعبت وتسوقت، بس كان على قلبي زي العسل. وجبت بقى شبار وجبت ايه عشان اقليه، وجبت كمان لنا كمان معاهم، وعملت بقى ايه التتبيلات اللي انتوا شفتوها ديت. طبعا انا عامله في الفيديو اللي فات تتبيلات بالتفصيل بتاعه الاسماك كلها، لو ترجعوا للفيديو هتشوفوها فيه. وبحب ان انا ايه بتبل بالفلفل الالوان، بيبقى طعمه حلو جدا يا جماعه. وبجيب بقى كرفس وبصل اخضر والدنيا دي كلها. عايزه اقول لكم يا جماعه مفيش افضل من اطعام الطعام، سواء كان للي يستحقوا او لحبايبك تهديهم بيه او يجوا عندك وياكلوا. عايزه اقول لكم بيشيل عن البيت كتير جدا جدا جدا. والله يا جماعه هم مشيوا من هنا وجالي خبر ان بنتي الحمد لله نجحت وجابت سكور عالي، وولادي نجحوا ونتيجتهم ظهرت ليلتها بالليل. فعايزه اقول لكم الضيوف مشيوا من هنا وربنا فرحني من هنا. برضو كان في قصة كده ان ايام الرسول عليه الصلاة والسلام كان في واحدة بتشتكي للرسول عليه الصلاة والسلام ان جوزها بيعزم الناس كتير قوي وبيتعبها وبيكلفها والكلام ده كله. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لها ايه، انا جاي معزوم عندكم. فراحت راحت له وتعزم وكده، وبعد وهو خارج قال لها بصي ورايا وانا خارج. فالست وهو خارج بصت وراها لقت حاجات وحشه قوي طالعه من البيت، لقت فيه تعابين واسحار وحاجات وحشه يعني وابتلاءات، حاجات كتيره جدا 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 مش كويسه خارجه من البيت ورا النبي صلى الله عليه وسلم. فادها درس، قال لها اللي بيجي بيتك وياكل عندك او يشرب عندك حتى شويه ميه ده بيعود بالخير عليكي وبيشيل اذى كبير جدا عنك وعن بيتك وعن ولادك وعن جوزك وبيوسع في الرزق. فمحدش يا جماعة يعني يستكتر ان هو يرجع صلة الرحم بتاعت زمان، وان احنا يعني ايه نبعت اكل لامنا، نبعت اكل لاخت جوزي، لمامته، لاخوه، لاختي. ابعتوا لو انت بتعملي حاجه كده بطريقه كويسه، ابعتيها من باب تهاد وتحب، من باب ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع الاذى عننا. فبصراحه انا من يوم ما سمعت القصه دي، انا اصلا بطبعي انا بحب اعمل اكل واقف اعمل عزومه واتعب كده
واللي بيهون عليا تعبي اما الاقي الناس بقى قاعده تاكل كده وتشكر في الاكل ويقولوا لي تسلم ايديكي والحاجات الحلوه دي. فعايزه اقول لكم ما تمنعوش عن نفسكم الخير ده، ولو على كوبايه عصير، ولو على صينيه كيك. ما بنقولش بقى العزايم الفارغه اللي مش عارفه ايه، لا، دايما خلي بيتك مفتوح، خلي بيتك ملاذ لكل حد متضايق، ملاذ يعني زي زمان كده. انا زمان كان دايما ماما ما تعملش الاكل على قدنا، كان دايما تسيب جايز عمتي تعدي، جايز خالتي تعدي، سبحان الله. ومهما كانوا واكلين في بيوتهم كانوا بيرجعوا سبحان الله وياكلوا عندنا ويفرحوا قوي مهما كنت طبخه ايه. يعني حتى لو احنا طابخين اكل قرديح برضو كانت بتشيل لهم من الاكل ده. فعادي يا جماعه، احنا داخلين على رمضان واحنا في اشهر حلوه واشهر يعني جميله، نقدر ان احنا نرجع بيها صله الرحم بتاعتنا تاني، نقدر ان احنا نفتح بيوتنا وما نقفلهاش في وش حد. عايزه اقول لكم بقى ان اهم حاجه في الاكله دي الكمون، الليمون، كتري كمون كتري ليمون، الاسماك بتحب ده. وكمان السلطات والمقبلات والبصل الاخضر والمخلل، الحاجات دي حلوه قوي قوي في الاكله دي. وكمان تجيبي فاكهه استفندي، برتقال، مش عارفه ايه، الحاجات دي برضو حلوه ولايقه على الاسماك. وعايزه اقول لكم بقى ان انا الفرن عندي كان عطلان، فزعلت قوي ان انا ما عملتلهمش حلويات وما كانش عندي وقت ان اجيب حلويات. فعملت ايه؟ عملت عصير فراوله باللبن كده بالليل واكلنا. وطبعا مش عايزه اقول لكم بقى فرحتهم، وكانوا حاسين كده مش عايزين يمشوا مع انهم مرتبطين بسفر وكلام من ده ومواعيد وكده، مش عايزين يمشوا. الاستقبال، القعده الحلوه، يعني والله يا جماعه بتفرق قوي في نفسيه الواحد ونفسيه الولاد لما يلاقي بيتهم كده، يعني بيزورهم ناس وهم بيروحوا الناس. يعني بجد الحاجات دي اختفت، تكاد تكون اختفت من مجتمعنا، وتكاد تكون اختفت بسبب الموبايلات والتكنولوجيا والحاجات دي. يا ريت نرجعها لينا زي زمان. المهم انا طبعا كالعاده الجمبري قسمته، الكبير هحمره بخلطه كده حلوه فيجيتار على دقيق، واللي هو الصغير هحط شويه في الرز الاحمر الصياديه وشويه في الشوربه. والشوربه بقى طالعه جميله وعسل. وعايزه اقول لكم خلصت في الميعاد المظبوط، خلصت كل حاجه وظبطت مواعيدي. اهم حاجه تظبطي المواعيد بتاعتك. طبعا انا كنت جايبه في المشتريات، فيديو المشتريات لو ترجعوا له، واحده كاليماري قطعتها في الشوربه زي ما انتم شايفين اهيت، وقطعت كمان حته الفيليه، قطعه الفيليه الصغيره اللي انا كنت جايباها في الشوربه برضو تطعمها وكده. وكان الاكل يشرف، ومش عايزه اقول لكم يعني رفعت راس جوزي بمعنى اصح قدام قرايبه، وكانت حاجه جميله جدا. طبعا انا ولادي بقى كده شبعوا سي فود، قاعدين يقولوا لي يا ماما كفايه. والله عايزه اقول لكم الاكل كفه واتبقى، وبس انا شلته كده وحافظت عليه لغايه بس ايه ما ننسى شويه الاكله دي لان عملناها كتير. وابدا بقى اطلعه كده بعد ما ننساه شويه، اطلعه وناكله، ايه المشكله؟ ربنا يجعل بيوتكم مفتوحه دايما بالخير، ومفتوحه بصله الرحم، وربنا يا رب يوسع ارزاقكم جميعا. هنا بقى انا بعمل الشوربه وعملتها قبل كده في فيديو المشتريات، في فيديو السي فود اللي قبل ده. ارجعوا له يا جماعه، هو الفيديو اللي قبل المشتريات على طول، انا هسيب لكم الرابط بتاعه في اول تعليق مثبت. ارجعوا له هتلاقوا تفاصيل بقى الشوربه بتتعمل ازاي وبزود عليها ايه وطعمها بيطلع حلو ازاي، ولا زفره ولا اي حاجه. لان زي ما قلت لكم كده كتروا ليمون كتروا كمون، الدنيا هتبقى ايه تمام. قلت بقى اعمل الشوربه واسيبها كده براحتها، واحطها كده على جنب على شعله صغيره، واعمل كمان الرز الاحمر، وبعد كده اللي هو الصياديه، وبعد كده اقوم عامله ابدا اقلي بقى، قليت الجمبري وقليت السمك يا دوب بقى، والسلطه والحاجات دي خلصت على جايه الناس بالظبط، خلصت على جيتهم بالظبط. فالحمد لله الدنيا كانت تمام، وجهزت بقى ميه على السفره
وجهزت المقبلات بتاعتي والاطباق بتاعتي، وقبل ما ييجوا انا شفت انا ناقصني اطباق ايه، كوبايات ايه، فوط ايه، دنيتي فيها ايه. لازم تكوني مجهزة كل الامور دي قبل ما تنزلي، او قبل ما تنزلي تشتري مشتريات العزومة. عودي نفسك تشوفي البيت عندك ناقص ايه. ما هو بعد العزومة يبقى فيه شاي بنعناع مثلا، طب انت عندك كوبايات كافية ولا ما عندكيش؟ فلازم تشوفي دنيتك فيها ايه. طبعا هنا بقى الفيجيتار ده طعم يوي ده حلو قوي، كريسبي حلو قوي، فحطيت طعمه حلو، حطيت منه شويه، كانوا شويه صغيرين، وكملت بدقيق وبدات اتبل بقى ايه الجمبري زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه ان انا هنخله في مصفى كده عشان انزل اي زيادات دقيق او اي حاجه. واهم حاجه ان انت تحطي الجمبري واحده واحده في الزيت، بحيث ان هو لما يتحمر معاكي يتحمر يا جماعه ما يلزقش في بعضه، ما يبقاش كتله واحده كده. تمام، دي اهم حاجه. السمك برضو بفتحه كده زي ما شفتوا عشان ده سمك كبير، فبحاول ان انا افتحه كده بحيث ان هو يستوي. برضو ما تقليش كميه السمك كلها، انت اقلي على قد الناس الضيوف اللي عندك وياكلوا. لو اتبقى منهم سمك كملي عليه واقلي بقى لاهل بيتك، بحيث ان انت ما تهدريش، لان السمك لما بيبقى مقلي وبيتساب تيجي تسخنيه بعد كده مبقاش ظريف بصراحه. بس لو اتبقى عندك برضو اعمليه، بس اعمليه تاني يوم على طول، عشان لما بيقعد في الفريزر او في التلاجة ما بيبقاش طعمه حلو. شوفوا لي بقى الجمال، شوفوا الرز الاحمر بقى الصياديه ده معاه فيه قطع جمبري كده حلو. شفت الجمبري القمر بتاعنا والسلطات والخيار والمخلل والفاكهه بجهزها كمان اهي، وبمسحها كده بمنديل. وحمرت السمك وعملت البصل وجهزت الاطباق بتاعت الشوربه، البولات كانت، والموز كمان. كانت سفره تفتح النفس ومشهيه جدا. بحبكم وعايزه لايك وتعليقات. مع السلامه.